يابا جمعتكم مباركة. شوكم يابا، نسولفكم على البارحة شنو صار. هواية سوالف حلوة صارت وشغلة واحدة بس مو حلوة. أول شي خلينا نبلش بالحلو. أكو شخص جذبني، أول ما فتحنا وقف بالانتظار ساعتين، اجى السرعة طاب اكل ما ادري شنو، شكرا في امان الله مع السلامة. ورا كذا 4 ساعات ما شنو اطلع باو على الانتظار، همين قاعد انتظر همين ساعتين وطاب واكل وكمل وفي امان الله طلع. يعني هل قد عجبه الاكل بحيث انه هو جاي مرتين على مطعم بنفس اليوم وينتظر ساعتين بساعتين؟ انا ما اسويها، انا بمطعمي ما راح اسويها. فيعني كلش فرحت، ومره كان جا ويا اصدقائه ومره اجى ويا اهله. فحلو يعني جايب اهله همينه ويشفعني، حسيت انه متونس، وبحيث راح جاب اهله واجوا يجربون، فهاي كان كل شيء حلو. الشخص الثاني اجى انتظر ساعتين، دخلوه قعد، يابا جيب لي فلان اكله فلان اكله فلان اكله فلان اكله، نزلنا له الاكل كمل، يابا جيبوا الحساب. اوكي جبنا له الحساب، قال شنو؟ قلنا له عندنا خصم 50%. قالوا صدق تحكي؟ قلنا له اي والله. قال لا خلاص اخذ الفاتوره، جيب بعد، جيب لي قوزي، جيب لي دولمه، جيب لي قعد اكل مورتلخ بنفس القعده مالته. ها بعيد الويتر يباوع علي، انت مو خلصت شلنا شنو اجيب لي قال لي جيب لي هاي الشغله بدي اجربها. نزل اكل كامل. نجي على الشخصيه اللي قهرتنا. اول شيء احنا غلطنا بس ما كنا متوقعين هاي ردة الفعل. واحد من ويترية يابا اللي احنا موظفيهم مسؤولين عليهم، واحد من الطاولات قال لي لو سمحت جيب لنا صمون. فالويتر طلع الايباد مالته ضرب صمون. صمون ايش قد؟ 9 دراهم. دخلت بالسيستم، دخلت بالقائمه، دخلت ما اعرف شنو. اوكي لازم واحد من الويترية الثاني هم يجيب الصمون له، مو هذا الولد نفسه. ف ما عندنا صمون، خلصان. صاح الرجال لو سمحت بس صمون ما جابني. قال له ها اوكي هسه راح اشيك. راح شيك ما ادري شنو، طلع ماكو صمون. فراح اعتذر من عنده، قال له ماكو صمون من هالحكي هذا. قال له تمام ماكو مشكله. الويتر من الخبصه مالته نسى يشيل الصمون من الحساب، واللي هو قيمته 9 دراهم، 50% عليه 4.5 درهم. فالرجال دفع الحساب، بعدين انتبه انه احنا مشرجيه على الصمون، هو ما ماكل صمون، من حقه يجي يابا ترى انتم غلطتوا وياي، اوكي اسفين استاذ راح ارجع لك الفلوس، احنا ما انتبهنا زحمه ولا شنو. قال لا انتم حراميه. شلون يعني حراميه؟ توهمنا وياه. قال لا انتم حراميه وموظفين حراميه وتجابيهم حراميه. هسه انا طلعت حرامي؟ انا مسوي خصم 50%. احنا البارحه خسرنا هذا كله 43,900 ألف درهم، يعني 12,000 دولار خلال 9 ساعات انا خسرتها من جيبي البارحه. راح اجي ابوق من عندك 4.5 درهم احطها بجيبي؟ راح تغنيني ال 4.5 درهم؟ انا خسران من راسي لي اساسي البارحه كله. راح اجي اخذ من عندك 4 دراهم وتاليها انا اطلع حرامي وانتم حراميه؟ يا اخي تعال ندفع لك الحساب الاكل كله. لا انتم حراميه يابا اخذ الفلوس. فنهايه اليوم احنا طلعنا حراميه وباقينا 4.5 درهم، واحنا مو خوش ناس. يعني اذا نشتغل تعبانين وما اعرف شنو، اخر شيء يجيك واحد يجي يسوي بيك، يعني تلعب نفسك، ما تقدر حتى شغل تشتغل، حتى ابتسامه ويا الناس الغير اللي هم ما لهم علاقه، انت ما تقدر تبتسم. تشيل هم وتضوج وتنقهر، وشون صار هذا الغلط وشون ما يتكرر هذا الغلط. يعني ما ادري والله يا اخي، بس عادي هواي امور تصير. المهم تونسنا احنا البارحه، يعني ما لنا علاقه بهاي السالفه. نعيدها ان شاء الله. والناس هوايه تونست هوايه، يعني اللي ينتظرون واللي قاعدين واللي طالعين واللي يصورون، كلش كان يوم سكسسفul الحمد لله. نشوفكم ان شاء الله قريبا. السلام عليكم. هذا سويناه يابا دولومه باي شيف شاهين. نشوفكم يا وليش. عبد الله وخر من الجام. وين هو؟ جام كل مكان. وين عبد الملك؟ شوف سرعه نزمت.
المهم هذا سويناه يابا باي شيف شاهين دولوما. راح نشتغل على تكنيك براندنج ثاني واللي هو يابا الشركه الام وفرع دولوما، يابا فرع مثلا برجر، يابا فرع مثلا تشريب. هيك يعني مثال هذا. كنا قبل ما نسوي بوب ابس ونفتح دولوما دولوما دولوما، الناس تمر ما تعرف شنو دولوما شنو هاي ما اعرف شنو، فالشباب من عندنا لابسين يونيفورم مكتوب عليه يابا. فاكثر من مره اني واقف مشو الناس يشوفون ها انتم يابا نفس اللي بجميره يشترون. فبراند يابا اقوى من دولوما باضعاف. فقلنا ليش نحن نجي نطلع براند جديد ونتعب عليه ونسوي له ماركتينج ونبني اسم ونبني دنيا. نفسه يابا ناخذه ونحط عليه الكاتيجوري مالته. هذا يابا يبيع دولوما بس، هذا يابا يبيع مثلا بس برجر، هذا يابا يبيع مثلا بس بيتزا. لان البراند هو اوريدي قوي.